ما تيجي أما أرجع بيكوا فلاش باك لعمارة عمرها أكتر من 90 سنة، أقدم عمارة موجودة في شارع 26 يوليو، عمارة لانيون دي باغي. تعالوا ما نشوف إيه حكاية العمارة ديت وليه هي عمارة عريقة وأثرية قوي كده. والعمارة دي كانت موجودة أيام ما كان الترماي موجود في شارع 26 يوليو. والله يا جماعة أيام ما كان الترماي موجود، والعمارة دي بتتوسط شارع 26 يوليو. بس العمارة معروفة هناك باسم عمارة الأمريكين بسبب وجود محل الأمريكين الشهير فيها، ولكن الاسم الأصلي للعمارة هي عمارة يونيون دي باغي. طب ليه اتسمت بالاسم دوت؟ لان كان في شركة فرنسية ليها يافطة كبيرة قوي محطوطة على العمارة، كانت اسمها ليون فو دو باغي. ولكن مع تجديد العمارة اليافطة دي اتشالت، وتعرفت العمارة بعد كده باسم عمارة الأمريكي. والعمارة دي اتصممت من خلال المهندس جورج بارك والمهندس جي هاردي. والمهندس جورج بارك صمم متجر صدناوي وأوبرا الأسكندرية وبورصة القاهرة. أما المهندس جي هاردي صمم عمارة رباط، ودي موجودة في نفس الشارع. والعمارة بتتكون من 3 عمارات متلاصقة. أول عمارة فيهم بتطل على شارع 26 يوليو، أما الباقي فبيطل على شارع عماد الدين وشارع سرايا الأزبكية. والجهة المطلة على شارع 26 يوليو ليها مدخل خاص بيها، وهو ده اللي احنا بنصور فيه ده الأول. أما الجهتين الأخريان فليهم مدخل مشترك على شارع عماد الدين وشارع سرايا الأزبكية، وده اللي هتشوفوه إن شاء الله في التصوير. والعمارة بتتكون من طابق أرضي وده للمتاجر والمحلات، وأدوار العمارة 6، وهي أدوار سكنية ومكاتب. والعمارة حاليا تابعة لشركة مصر للأصول العقارية. وزي ما احنا شايفين العمارة بتمتاز بمداخلها الشيك النظيفة وأسانسيراتها الكلاسيكية، وكمان نظافة العمارة والرخام اللي موجود في الأرض والمداخل النظيفة. يا رب تكون جولتي عجبتكم في عمارة يونيون دو باغي ولو حابين تدعموني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب، والرابط هيكون موجود في البايو. واشوفكم في جولات جديدة. باي باي.